اهلا بيكم. وقبل ما ابدا ما تنسوش تصلوا على النبي ولايك وشير للملخص، ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدا. فيلمنا بيحكي عن بطل ومقاتل كونغ فو طيب جدا جدا وكل الناس بتحبه، لكنه بيتحط في ظروف بتحوله لوحش شرس ومفترس، وبيضطر انه يحارب ملك الشياطين الاعظم لوحده في الجحيم، بعد ما كان كل اللي هو عاوزه من الدنيا انه يتجوز البنت اللي بيحبها وبس، وكل ده بسبب عصاية سحرية ملعونة وقعت في ايده بالصدفة. بيتقال لنا في البداية ان قصة الفيلم دي مقتبسة عن رواية سلالة اليشم للكاتب شياو دانج. في المشهد الافتتاحي للفيلم بيظهر لينا مجموعة من مقاتلين ومحاربين الكونغ فو طايرين في السماء، وبطل فيلمنا زيو فان بيمسك ايد حبيبته لين وبيطير جنبها وهم حاضنين بعض في سعادة كبيرة. فجأة بيرجع بينا الفيلم للواقع الحالي، وبنعرف ان زيو فان كان بيحلم وبيتخيل بكل ده، وبنكتشف ان زيو فان حاليا هو داخل مدرسة الكونغ فو دي واللي اسمها مدرسة قمة دازو، وهو هنا في المدرسة من اكتر من 10 سنين، لكنه حاليا بيشتغل في تحضير الاكل لباقي العشيرة والطلاب في المدرسة علشان هو فشل في انه يكون مقاتل ومحارب كونغ فو. وبعد ما بيخلص زيو فان الاكل بينادي على باقي زمايله الطلاب هنا في المدرسة، واللي بيكونوا طايرين في الهوا فوق السماء، وهو كان بيتخيل وبيحلم من شوية انه معاهم، وزمايله الطلاب بياخدوا الاكل وكل واحد فيهم عاوز هو اللي ياكل الاول، وبنكتشف ان قدراتهم عالية جدا جدا لدرجة ان واحد منهم بيوقف وبيثبت الاكل والطعام في الهوا، وزيو فان بيقول لهم كفاية كده، المعلم هيوبخني وهيعاقبني على اللي انتوا بتعملوه ده. ولين بتكون هي كمان مش عاجباها اللي بيعملوه باقي الطلاب وبتقول عليهم طماعين. فجأة بتظهر واحدة اسمها سورو وهي زوجة المعلم، ولما باقي الطلاب بيشوفوها بيتخضوا جدا وبيعتذروا ليها وبيقولوا لها احنا اسفين وكنا بنتدرب بس مش اكتر. وسورو بتفك تجميد الطعام وبيقع كله على الارض على راس زيو فان، وبتهجم على الطلاب وبتعاقبهم وبتضربهم وبتقول لهم وانا كمان عاوزه اتدرب واتمرن معاكم. فجأة المعلم بيوصل وبنكتشف ان البنت لين هي بنت المعلم والسيدة سورو، وبتكون لين مش بتحب زيو فان زي ما هو بيحبها، لكنها بتعتبره زي اخوها وبتحاول تساعده وتقف معاه دايما. وبياخدهم بعد كده المعلم كلهم علشان يتغدوا سوا مع بعض، وبنشوف انهم بياكلوا رز حاف من غير اي حاجة تانية لان باقي الاكل اتكب واتدلق على الارض. والمعلم بيقول كويس اني كنت عامل حسابي، وبيطلع لفة معاه وبيفتحها وبتكون فيها فرخة محمرة، وبيبدأ ياكل منها هو وزوجته وبنته، وكل الطلاب بيبصوا ليه وما حدش قادر ينطق بكلمة بسبب اللي عملوه. هنا المعلم بيسأل زيو فان عن التدريبات بتاعته، وبيقول له انت ليك هنا اكتر من 10 سنين ولسه مش قادر تتخطى المستوى الاول حتى. وابنة المعلم لين بتقول لوالدها ان زيو فان مشغول طول الوقت في المطبخ وما عندوش وقت للتدريب والتمرين. وزيو فان بيقول للمعلم خلاص انا فاضل قدامي شوية صغيرين كده واخلص المستوى الاول بنجاح. وباقي الطلاب بيحفزوه وبيقفوا معاه في اللي بيقوله علشان كلهم بيحبوه بسبب طيبة قلبه، لكن المعلم عارف انه بيكذب عليه وبيقول له طب كويس جدا، وبينادي عليه علشان يختبر الطاقة بتاعته. واول ما المعلم بيلمسه ويحط ايده عليه زيو فان بينهار على طول ومش بيستحمل كل الطاقة دي من المعلم. هنا لين ابنة المعلم بتساعد زيو فان وبتحط ايدها على ظهره وبتنقل طاقتها ليه مباشرة، ولما المعلم بيحس بكده بيزود حمل الطاقة على زيو فان شوية، ولين بتطلب المساعدة من باقي الطلاب وكلهم بيلمسوا بعض وبينقلوا طاقتهم لزيو فان المسكين. هنا المعلم بيكتشف اللي بيعملوه ده فبيزود الطاقة بتاعته جدا وكلهم بيطيروا فوق الهوا وبيقعوا على الارض. بعد كده لين ابنة المعلم قررت انها تساعد زيو فان وتدربه وتعلمه بنفسها علشان ينجح ويتخطى المستوى الاول، بس لازم كانت تعلمه وتدربه وتمرنه في السر علشان ممنوع هنا اي حد يتعلم من غير المعلم بتاعه بس، واللي بيكسر القاعدة والقانون ده هنا بيتعرض لعقوبة شديدة جدا من المعلم. ولما بيكون زيو فان بيتدرب ويتمرن مع لين ابنة المعلم فجأة الحجر اللي في السلسلة اللي لابساها بيتوهج ومش بيقدر يسيطر على نفسه وبيقع على الارض. ولين بتقول له انا حسيت بطاقتين مختلفتين بداخلك وبيتصارعوا وبيتقاتلوا مع بعض، وزيو فان بيعتذر ليها وبيقول لها تسامحه، وهو اتشتت لانه افتكر والده اللي مات من 10 سنين والنهارده ذكرى وفاته. وبتتأثر لين لما بتسمع كده وبتقول له انت ليك اكتر من 10 سنين هنا في المدرسة على الجبل،
وبتمسكه من ايده وبتاخده وبتطير بيه للقرية بتاعته. وزيوفان بيقول لها بس ده غلط جدا، ولو المعلم عرف اننا مشينا من هنا هيعاقبنا احنا الاتنين. وهي بتقول له ما تخافش وخليك واثق فيا ومحدش هيعرف اي حاجة خالص. ولما بيوصلوا للقرية بتاعته اللي كان عايش فيها بنلاحظ انها مهجورة ومتدمرة بالكامل. وبيبدأ زيوفان يحكي لين الحكاية وكل اللي حصل هنا بالتفصيل. وبيقول لها في يوم من الايام لما كنا صغيرين كنت راجع انا وواحد صاحبي للقرية ومعانا حطب، واول ما وصلنا شفنا برق ورعد قوي جدا بيضرب القرية كلها وبيدمرها تماما. وظهر لينا والدي وكان بيحارب وبيتقاتل مع الملك الشيطاني علشان يحمي القرية وكل اهلها من الشر بتاعه. وكان والدي خلاص على وشك انه يخلص على الملك الشيطاني ويهزمه ويقضي عليه تماما، بس للاسف الملك الشيطاني لما شافني مسكني وزرع في صدري حشرة سحرية سامة ورماني لوالدي. والحشرة دي خرجت من صدري ولدغت والدي في ايده وتسببت انها قللت من الطاقة بتاعته. والملك الشيطاني استغل موقف الضعف اللي فيه والدي وهجم وخلص عليه ودمر القرية تماما وخلاها خراب. وتاني يوم ساعتها وصل المعلم ومعاه لين واللي كانت صغيرة في السن ويدوب طفلة صغيرة. وزيوفان بيركع تحت اقدام المعلم وبيترجاه ياخده معاه ويعلمه الفنون القتالية علشان ينتقم من الملك الشيطاني. في الوقت ده بيكون المعلمين السبعة في الاجتماع ده واللي بيتعمل بس كل 60 سنة، وبينظموا بطولة بيشارك فيها كل طلاب المعلمين دول. والغرض من تنظيم البطولة دي هو انهم يعرفوا مين اقوى طالب في مدارس الكونغ فو للجبال السبعة. وواحد من المعلمين دول بيكشف لينا ان ليهم عدو واحد ورئيسي عايش تحت الارض، وبيقول لهم كمان انه حاسس ان العدو ده هيرجع من تاني قريب جدا، علشان كده لازم نكون مستعدين ليه من دلوقتي. في المشهد اللي بعده كده بيظهر لينا كل الطلبة الشباب لباقي مدارس الكونغ فو وهم بيتسحبوا في هدوء تام ما بين الاعشاب علشان يشوفوا تدريبات وتمارين طالبات مدرسة قمة شيازو، لان مدرسة قمة شيازو كانت للبنات بس. وبيكون كل الطلاب مبهورين جدا جدا لما بيشوفوا البنات دول علشان كلهم عايشين في مدارسهم على قمم الجبال من سنين طويلة جدا. وما بين الطالبات البنات دول كانت في واحدة بنت اسمها شيوكي، وكانت اجمل وارق واقوى واشرس بنت ما بينهم كلهم. واول ما ظهرت شيوكي كل الطلبة الشباب فضلوا يزقوا في بعض علشان يتفرجوا عليها كويس جدا. فجأة زيوفان بيتم دفعه لقدام وبيقع على الارض والطلاب بيجروا بسرعة من المكان. وبيظهر زيوفان للبنات وبيشوفوه وبيعرفوا انه كان بيبص وبيتجسس عليهم من بعيد. وكل البنات بيحاصروه وبيلفوا حواليه بسرعة بالسيوف بتاعتهم. وشيوكي بتاخد زيوفان وبتربطه بحبل من رجليه وبترميه من فوق الجبل وبترفعه من تاني. وبيفضل زيوفان يعتذر ليها ويحاول يخليها تسامحه وبيوعدها انه مش هيعمل كده تاني. وبالفعل شيوكي بتسامحه وبتسيبه يمشي، لكنها بتطلق عليه حشرات بتعمل ليه حساسية وحكة في جسمه كعقاب بسيط ليه على اللي عمله. ولما بيتقابل تاني مع زمايله الطلاب بياخدوه وبيرجعوا بيه بسرعة للمدرسة وبيحاولوا يطلعوا الحشرات دي من جسمه، لكن الموضوع بيكون صعب جدا جدا عليهم. وواحد غبي منهم بيقترح انهم يحطوه في حلة كبيرة فيها مية بتغلي علشان يموتوا الحشرات دي. ولحسن حظ زيوفان ان لين بتوصل في الوقت المناسب قبل ما يموت ويدفع ثمن غباء زملاته دول. ولين بتقول له انكم اخدتوه معاكم علشان تتفرجوا على البنات وسبتوه لوحده وهو اللي دفع الثمن، ولو حصل ليه اي حاجة هبلغ والدي المعلم وساعتها كلكم هتتعاقبوا على اللي عملتوه ده. وبيردوا عليها وبيقولوا احنا اخدناه لهناك للتعلم والتدريب. وهي بتقول لهم كفايه كذب واخرجوا راقبوا المكان بره وانا هطلع ليه باقي الحشرات من جسمه. وبيكون معاها مسحوق من نبات الخيزران وبتحط منه على جسم زيوفان علشان تخلصه من حساسيه الحك والحشرات دي، وبتنجح فعلا في كده. وكمان بتوعده انها هتعلمه وتدربه وتمرنه علشان يبقى اقوى وافضل طالب كونغ فو هنا. وبينتقل بينا الفيلم بعد كده لتاني يوم مباشرة، وبنشوف زيوفان شايل اكل وشرب معاه عند البحيرة هنا وبينادي على حد اسمه لينجوزون. وبعد شوية بنكتشف ان لينجوزون هو تنين اسطوري وهو صاحب وصديق زيوفان جدا. وبيفضل زيوفان يتكلم مع التنين لينجوزون ويفضفض معاه وبيقول له انا عاوزك تنصحني بطريقة اقدر اعترف بيها بحبي اللين. والتنين مش بيكون عنده اي اجابة ليه وبيسيبه يمشي ويغطس في المية من تاني. ولما بيرجع زيوفان من تاني للمدرسة بيكون
تون بيحضر الاكل زي كل يوم هنا في مطبخ المدرسة. لين بتدخل عليه وبتقدم ليه كتاب من كتب والدها المعلم عن الفنون والتدريبات والتمارين القتالية، وبتنصحه يحسن من نفسه ومستواه في اقرب وقت ممكن، علشان خلاص المسابقة ما بين مدارس قمم الكونغ فو السبعة هتبدأ، وهو هيشارك معاهم فيها، علشان كل مدرسة بتختار 7 طلاب منهم، واحنا عددنا هنا في المدرسة 6 بس، واكيد انت هتكون السبع بتاعنا. وبعد كده في كل مرة بيحاول ويقرب فيها زيو فان من انه ينجح ويعدي المستوى الاول. الحجر اللي في رقبته بيسخن وانتباهه بيتشتت وبيفشل في كل مرة، وبيكشف لينا الفيلم ان الحجر ده كان هدية من والده ليه، ووالده هو اللي اداله الحجر ده. هنا بيقرر زيو فان انه لازم يتخلص من الحجر، وبيجري بكل سرعته وعاوز يرميه من فوق الجبل العالي للبحيرة، لكن فجأة وبدون سابق انذار بيظهر قرد، وبيفضل يجري ويطارد زيو فان ويضربه ويرميه بالحجارة، لحد ما بيقدر القرد يركب على ظهر زيو فان وبيزقه وبيوقعه من فوق الجبل للبحيرة تحت. ولما بيحاول زيو فان انه يطلع من البحيرة مش بيقدر، والحجر بيشده لتحت للقاع. وهنا بيشوف انوار واشعة كتيرة جدا في قاع البحيرة تحت، ولما بيستجمع زيو فان قوته وبيخرج من البحيرة دي من تاني للخارج، بيتفاجئ ان القرد بيكون لسه مستنيه وبيحاول يشده وياخد منه السلسلة اللي فيها الحجر، والقرد بيعض زيو فان بقوة في ايده. واول ما زيو فان بينزف والدم بتاعه بيلمس الحجر، بيحصل شق كبير جدا جدا في قاع البحيرة، وبتخرج منه عصاية سحرية، وبتخرج العصاية السحرية دي وبتطير في الهواء خارج البحيرة. وكمان الحجر اللي مع زيو فان بيسخن بشدة وبيطير عالي لفوق في السماء وبيتحد مع العصاية دي، وبنلاحظ ان في طاقة كبيرة جدا جدا بتخرج منهم وبتغير لون السماء بالكامل. وبيكشف لينا الفيلم ان الاتحاد ما بين الحجر والعصاية عمل سلاح جبار جديد، والسلاح ده اسمه اللؤلؤة الماصة للدماء. وسلاح اللؤلؤة الماصة للدماء في الاصل هو سلاح الملك الشيطاني، وبظهور السلاح ده من تاني بنعرف ان خلاص وقت ظهور ورجوع الملك الشيطاني قرب جدا، والعصاية بتسقط وبتقع من السماء وبتتغرس في الارض قدام زيو فان مباشرة. ولما زيو فان بيمسك العصاية بيلاحظ ان القرد بيغرق في بركة من الرمال المتحركة، فبيمد العصاية وبيسحب بيها القرد وبينقذه وبيسيبه يمشي من هنا. وفجأة وهو ماشي بتظهر بنت مقنعة ولابسة اسود اسمها بياو، وعاوزة تسرق العصاية من زيو فان، وكمان بتحاول تخلص عليه وتقتله، لكن شيوكي ولين بيظهروا فجأة هما كمان هنا وبيتصدوا للبنت بياو. ولما بياو بتهرب شيوكي بتطير وراها وبتطاردها بس مش بتلحقها خالص. ولين بتسأل زيو فان عن اللي بيحصل هنا، وهو بيحكي لها على كل حاجة حصلت معاه. ولما بيكون عاوز يخليها تشوف عضة القرد اللي في ايده، بيتفاجئ ان الجرح اللي في ايده خف تماما ومفيش اي اثر للعضة خالص. وبالليل لما بيكون زيو فان نايم بتظهر البنت بياو من تاني وعاوزة تسرق العصاية السحرية منه. ولما بتاخد بياو العصاية السحرية وعاوزة تهرب بيها، العصاية بتتحرك لوحدها خالص وبترجع من تاني لزيو فان. هنا بتقرر البنت انها تتخلص من زيو فان وتقتله، لكن فجأة العصاية السحرية بتضربها على راسها وبيغمى عليها. تاني يوم لما بيصحى زيو فان من النوم بيتصدم وبيتفاجئ لما بيلاقي بياو نايمة جنبه، وهي بتحاول تبرر وجودها هنا وبتقول له انت لازم تعوضني بأي حاجة عن اللي عملته معايا ليلة امبارح. وزيو فان بيقول لها انا ما عملتش معاكي اي حاجة ولا فاكر اي حاجة حصلت ما بيننا، بس على العموم مفيش مشكلة واختاري اي حاجة عوضك بيها. وبياو بتقول له انا هاخد العصاية دي، ولما بتاخدها وتمشي العصاية بتشدها وبترجع من تاني لزيو فان، وبتحس بياو باليأس والحسرة وبتضرب زيو فان بالقلم على وشه وبتسيبه وتمشي. وبيتكلم زيو فان مع العصاية وبيسألها ايه حكايتك بالظبط، وبيتفاجئ انها بتفهم كلامه وبتتهز وبترد عليه بحركاتها الغريبة. بينتقل بينا الفيلم بعد كده لاتنين طلاب من مدرسة تانية وبيتقابلوا مع المعلم، واحد منهم اسمه كي والتاني اسمه يو، وبيبلغوه ان موعد المسابقة والبطولة تم تقديمه وتقدم شوية. ولما زيو فان بيتقابل مع الطلاب الاتنين دول بيكتشف ان واحد منهم كان زميله في المدرسة من 10 سنين وهو الطالب يو. بعد كده بنشوف زيو فان وهو بيكمل الشغل بتاعه في جلب المية والحطب، وبيتفاجئ بلين في حضن الطالب كي. ولما بترجع لين بتفضل تتكلم معاه عن حبيبها ده، وطبعا كلنا عارفين ان زيو فان بيحب لين بس مش قادر يتجرأ ويواجهها بحبه ليها. بعد كده بيخرج زيو فان وبيقف على حافة الجبل هنا وبيفضل يصرخ بصوت عالي جدا جدا علشان ينفس عن غضبه ويخرج كل الكبت والحزن والغضب اللي جواه. فجأة بيظهر مجموعة من الناس وبيجروا وراه وهو بيهرب منهم، ولما بيكون بيجري بيتفاجئ بان البنت بياو هي كمان بتجري جنبه وبتهرب من الناس دول. بعد كده بيوصلوا هما الاتنين للكهف ده
بيدخلوا وبيستخبوا فيه. وزيوفان بيسألها انت مين بالظبط وليه بتظهري في كل مكان انا موجود فيه ومين الناس اللي بيطردوكي دول؟ وبياو بتقول له انا خرجت قاعدة من قواعد مدرستها وعلشان كده هم بيطردوها. وبتقول له انا سمعت حد بينادي من فوق الجبل وبيصرخ فجيت علشان اشوف هو مين. وبتحاول بياو تقرب من زيوفان وتغريب جمالها وانوثتها اكتر واكتر. وكل مرة بتحاول فيها بياو انها تسرق العصاية السحرية، العصاية السحرية بتشدها وبترجع مكانها من تاني لحد ما في النهاية العصاية السحرية بتضربها على راسها وبيغمى عليها. ولما بيشوفها زيوفان وهي كده بيفتكر انها نايمة من التعب والارهاق اللي اتعرضت ليهم، وبيطلب من الكلب بتاعه يحرسها ويفضل هنا لحد ما يجيب اكل وشرب ويرجع. وبيخرج ولما بيرجع من تاني وهو معاه الاكل والشرب بيتفاجئ بان بياو بتشوي حيوان على النار وبيصرخ وبيفتكرها ذبحت الكلب بتاعه، لكنها بتقول له يخرس خالص وان ده ارنب بري هي اصطادته. ولما بيبص حواليه بيلاقي فعلا الكلب بتاعه لسه عايش وبخير وسلامة، وبيكون في ارنب تاني هي اصطادته كمان. وبيقول لها انا هشوي الارنب ده واعلمك الطريقة الصحيحة للشوي. ولما بيكون زيوفان مشغول بشوي الارنب بياو بتحس انها فرصة مناسبة لقتل زيوفان والتخلص منه وسرقة العصاية السحرية. ولما خلاص بترفع الخنجر وعاوزة تضربه في ظهره بيلف هو ناحيتها وهي بتخبي الخنجر بسرعة وبيقدم ليها الارنب المشوي. هنا بتحس بياو ان زيوفان شخص طيب جدا جدا وقلبه نقي، وبتقرر انها مش لازم تفكر تقتل حد بالطيبة دي. والاتنين زيوفان وبياو بيتكلموا مع بعض وكل واحد فيهم بيفضفض باللي في قلبه للتاني. بعد كده بينتقل بينا الفيلم لمسابقة وبطولة القمم السبعة لمدارس الكونغ فو، وبنعرف ان كل مدرسة من مدارس القمم السبعة للكونغ فو بتشارك ب7 من افضل وامهر طلابها، لكن عدد ال7 اللي هو عدد الطلاب المشاركين في البطولة والمسابقة عدد فردي. ولما المعلمين هيشيلوا القرعة علشان يشوفوا مين هيقابل مين بيتفقوا ان اللي هيكون من نصيبه في القرعة رقم 1 هينتقل للمرحلة التانية من البطولة مباشرة. ولما المعلمين بيرفعوا كل الكروت اللي فيها الارقام في الهواء لفوق كل طلاب المدارس اللي مشاركين في البطولة بيطيروا لفوق وكل واحد منهم بياخد كرة من الكرات دي، لكن المسكين زيوفان مش بيعرف يطير زيهم وكل طلاب المدارس بيتنمروا وبيضحكوا عليه وبتكون في كورة واقعة على الارض. ولما زيوفان بيقرب منها وخلاص هياخدها الطالبة شيوكي بتبدلها معاه في لمح البصر وبتاخد الكرة دي وبتديله الكرة بتاعتها. ولما زيوفان بيفتح الكرة دي بيلاقي فيها رقم 1 وده معناه انه هيتأهل للمرحلة التانية مباشرة بدون تصفيات مع حد في المرحلة دي. هنا زيوفان بيروح لشيوكي علشان يشكرها وهي بتقول له انا مش محتاجة الحظ علشان يخدمني واعدي للمرحلة التانية علشان انا واثقة في نفسي ومن قدراتي واني قادرة افوز في المرحلة دي والبطولة والمسابقة كلها. بعد كده بتبدأ البطولة والمسابقة وطلاب كتير بيخسروا في المواجهة الاولى بما فيهم زمايل زيوفان. وبالليل بنشوف شيوكي وهي بتتدرب وبتتمرن وبتبذل قصارى جهدها علشان تكون هي الفائزة في النهاية بالبطولة، ومن شدة التعب والارهاق بتنزف من مناخيرها والمعلمة بتقول لها مش هينفع اللي بتعمليه ده، لكنها بتكون مصرة تكمل تدريباتها وبتاخد دواء معين وبتكمل تدريباتها. وتاني يوم بتبدأ المرحلة التانية من البطولة وشيوكي بتكسب القتال بتاعها بدون حتى ما تستخدم السيف بتاعها، وكل الطلاب والمعلمين بيكونوا مبهورين جدا جدا بقوة ومهارة شيوكي في القتال. اخيرا بيجي دور زيوفان والطالب الخصم اللي قصاده بيستخف وبيستهزأ بيه، لكن بتحصل المفاجأة اللي محدش بيتوقعها وزيوفان بمساعدة العصاية السحرية بيفوز بسهولة. وفي المرحلة اللي بعد كده بيتقابل زيوفان ضد زميله السابق في المدرسة اللي اسمه يو، ويو بيكون متساهل جدا في القتال مع زيوفان مش بيقاتل بكل قوته. وهنا برضو العصاية اتحركت فجأة لوحدها بكل قوة وضربت يو ضربة قوية جدا طيرته لبعيد، وبيفوز زيوفان لتاني مرة على التوالي والكل مصدومين من قوته دي. وزيوفان بيرمي العصاية من ايده علشان كانت السبب في ضرب وهزيمة صديقه يو. بالليل المعلم بيدخل على زيوفان وبيرميه بالطاقة بتاعته فزيوفان بيطير في الهواء لفوق وبيترمي على الارض بقوة، والمعلم بيقول له انت اكيد كنت بتتعلم على ايد معلم تاني غيري وانتم كلكم عارفين ان ده مرفوض تماما ومخالف لقواعد المدرسة. ولين بنت المعلم بتقول لوالدها انها هي اللي كانت بتدرب وتمرن زيوفان بعيد عنهم، وبتكون لين مفكرة ان تدريباتها والكتاب اللي اديته لزيوفان هو السبب في تحسن مستوى القتالي. بعد كده القرد بياخد زيوفان وبيجره وبيخليه يمشي معاه لحد ما بياخده للبحيرة، وبيتفاجئ زيوفان لما بيلاقي شيوكي هناك وفاقدة للوعي ومغمى عليها. ولما زيوفان بينقذها ويخليها تفوق وتستعيد وعيها بيلاقي ان
ان جسمها بينهار تماما، وبيطلب منها تنسحب من البطولة علشان ده خطر عليها وعلى حياتها. لكن شيوكي بترفض كلام زيوفان وبتسيبه وتمشي من هنا. وتاني يوم بتكون المواجهة الأخيرة ما بين زيوفان وشيوكي في البطولة دي، لكن العصاية السحرية حاليا مش مع زيوفان، علشان كده شيوكي بتفضل تضرب فيه يمين وشمال وبتمسح بيه ساحة القتال هنا، وهو مش قادر يعمل أي حاجة خالص ولا عارف حتى يتصدى لضرباتها. فجأة بتظهر العصاية السحرية من تاني وبتتصدى لشيوكي وبتحميه، وبتتحرك العصاية السحرية لوحدها وبتحارب وبتتقاتل مع شيوكي. ولما زيوفان بيشوف ان شيوكي بتنزف من مناخيرها وجسمها بينهار، بيمسك العصاية السحرية وبيتوقف عن مهاجمتها، لكن شيوكي بتستغل الفرصة وبتضرب زيوفان ضربة قوية جدا جدا وبتخبطه في الارض. بينتقل بينا الفيلم بعد كده للبنت بيا وهي واقفة مع شيطان ابيض، وبنكتشف ان الشيطان الابيض ده هو الملك الشيطاني. فجأة بيظهر شياطين كتير رجعت من الجحيم من تاني، وبتتقاتل الشياطين دي مع طلاب ومقاتلين مدارس الكونغ فو في الغابة. بعد كده بنشوف معلمين مدارس القمم السبعة للكونغ فو وهم بيتكلموا عن عصاية زيوفان، وخلاص هم عرفوا ان العصاية دي هي نفسها اللؤلؤة المصة للدماء، وهي السلاح الخاص بالملك الشيطاني. وبيتم استدعاء زيوفان وبياخدوا العصاية منه، وكمان بيتم القبض عليه علشان هم مفكرين انه اتدرب على ايدين الملك الشيطاني. فجأة بيدخل عليهم طالب من الطلاب وبيحكي للمعلمين ان في شياطين من الجحيم هجمتهم في الغابة، وهنا المعلمين بيتأكدوا ان زيوفان مش شرير وانه خد العصاية دي بالغلط مش اكتر، وبيحبسوه هو والعصاية السحرية لحد ما يحققوا في الموضوع. ولما بيكون زيوفان لوحده هنا بتظهر بياو وبتحرره وبتفكه، وبياو بتطلب من زيوفان انه يهرب معاها، لكن زيوفان بيرفض وبيقول لها انا ما عملتش اي حاجة غلط علشان اهرب. وهنا بياو بتضربه على راسه وبيغمى عليه وبتاخده وتمشي من هنا، لكن فجأة العصاية بتقف في سكتها وبتمنعها من انها تمشي بيه. وبياو بتتكلم مع العصاية وبتقول لها انا بعمل كده علشان مصلحة زيوفان ومش عاوز اضره، وفعلا العصاية بتسيبها تاخده وبتمشي هي كمان معاها. لكن بعد كده بنكتشف ان بياو كانت بتكذب وانها خدت زيوفان وراحت بيه للملك الشيطاني، وبنكتشف ان الملك الشيطاني في الاصل هو والد بيو. ولما بيكون الملك الشيطاني خلاص على وشك انه يقتل زيوفان ويخلص عليه، بياو بترفض وبتطلب من والدها ان زيوفان ينضم ليهم ويكون واحد منهم وطالب عنده، لكن الملك الشيطاني بيرفض طلب بنته بياو وبيهاجم زيوفان. وبياو بتستخدم قوتها وبتدافع عن زيوفان وبتتحدى والدها الملك الشيطاني، لكن قوتها وطاقتها كانت مش كفاية انها تتحدى والدها الملك الشيطاني. والملك الشيطاني قدر بطاقته القوية انه يرميها بعيد بقوة كبيرة وبتفقد الوعي تماما. هنا بيطلب زيوفان من العصاية السحرية انها تنقذه من الملك الشيطاني، وبالفعل العصاية السحرية بتصدى للملك الشيطاني وبتحاول انها تنقذ زيوفان. ولحسن حظ زيوفان ان معلمين القمم السبعة وكل الطلاب بيوصلوا كمان في الوقت المناسب وبيواجهوا الملك الشيطاني، وبيتحدوا كلهم مع بعض ضد الملك الشيطاني علشان هم عارفين كويس مدى قوته، وبيطلعوا طاقة برق ورعد قوية جدا جدا من اتحاد اجسامهم ببعض. هنا بيلاحظ زيوفان ان طاقة البرق والرعد دي هي نفسها اللي دمرت قريتهم، وان اكيد واحد من المعلمين السبعة دول هو نفسه اللي قتل والده، بس كان ساعتها لابس قناع ومتنكر في هيئة الملك الشيطاني. ولما بيكون الملك الشيطاني خلاص على وشك انه ينتصر ويهزم المعلمين السبعة، زيوفان بيتدخل ما بين الطاقتين وبيمتصهم سوا مع بعض في وقت واحد، سواء الطاقة الإيجابية أو الطاقة السلبية. وعن طريق اللي عمله ده بينتقل لمستوى تاني عالي جدا جدا من الكونغ فو. ولما الملك الشيطاني بيشوف اللي بيحصل ده من زيوفان، بيكتشف ان زيوفان عنده 3 طاقات مختلفة في وقت واحد ومتداخلين حاليا مع بعض. والملك الشيطاني بيقول للمعلمين بان زيوفان هيسبب ليهم الدمار والخراب بسبب طاقته الكبيرة دي، وبيسيبهم وبيختفي تماما. هنا المعلمين بيقرروا انهم يتخلصوا من زيوفان قبل ما طاقته تتطور اكتر واكتر ويخرج عن السيطرة. فجأة الطاقة السلبية بتسيطر على زيوفان وبيهاجم كل المعلمين بقوة كبيرة في وقت واحد. هنا زيوفان بيحس بالغدر والخيانة من المعلم بتاعه وبيوجه ليه ضربة قوية جدا جدا. ولما بيكون خلاص زيوفان هيخلص على المعلم ويضربه ضربة موت، لين بتفدي والدها المعلم وبتاخد الضربة على راسها مكان والدها. ولما زيوفان بيمسكها وعاوز يخلص عليها، لين بتمسكه وبتحضنه وبتطلب منه يسيطر على نفسه وبيغمى عليها بعد كده في حضنه. هنا بنشوف معلمة شيوكي وهي بتطلب منها انها تقتل زيوفان باقصى سرعة وبأي طريقة. ولما بترمي شيوكي سيفها على زيوفان
زيوفان علشان تخلص عليه. فجأة بيظهر واحد من زمايله الطلاب وبيفديه وبياخد السيف مكانه وبيموت في الحال. ولما بتطير شيوكي وعاوزة تغرس سيفها في رقبة زيوفان بتفتكر لما زيوفان انقذها عند النهر لما كانت فاقدة للوعي ومغمى عليها، وبتقرر انها مش هتقتله وبتتكلم معاه وبتنصحه انه يمشي من القمم السبعة كلها. وبالفعل زيوفان بيشيل لين وبياخدها معاه وبيطير بيها لبعيد جدا جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية ملخص فيلمنا النهاردة. فما تنساش الاشتراك بالقناة ولايك وشير للملخص مع أصحابك، واكتب لنا رأيك عن الملخص في خانة التعليقات تحت الفيديو، واشوفكم على خير عما قريب الملخص اللي جاي إن شاء الله. سلام.